أهلا بكم وحلقة جديدة من الدين بيقول إيه. التنجيم في هوس بقى عند كتير من الناس خلال السنوات القليلة الماضية بما يسمى بالتنجيم. تظهر واحدة على إحدى الفضائيات وتقول لك في ديسمبر من كل عام قراءة للعام القادم إن هذا الزعيم أو الشيخ الكبير هيموت، إن فلانة هتتطلق، إن النادي ده هيكسب، إن الانتخابات الفلانية هيحصل فيها كذا. في ناس بتقتنع بده وبتؤمن بده، وفي ناس بتسافر لدول في شمال أفريقيا علشان يقروا لهم الطالع ويقولوا لهم ده. هل الكلام ده يقبله الدين؟ هل ده ينطبق عليه حديث سيدنا النبي من أتى عرافا أو كاهنا وآمن بما قالوا فقد كفر بما أنزل على محمد؟ نأخذ هذه الأسئلة ونذهب إلى ضيفي الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. النفس البشرية تميل دايما إنها تحب تعرف بكرة هيحصل لها إيه، فده جزء من الطبيعة البشرية. لكن كون إن احنا نقعد بقى نستنى واحد أو واحدة يقولوا لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الفضائيات السنة الجاية هيحصل كذا، والمفاجأة إن أحيانا ما يقولوه بيحدث، ساعتها أنا أؤمن بما يقال ده، ولا لا يعلم مفاتيح الغيب إلا الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، العصر اللي احنا عايشينه هو 7 مليار بني آدم تحت تأثير التخويف دائما. التخويف كله عمال يخوف في كله. الدول الكبرى أسلحة شاسعة وكبيرة ومدمرة تدمر الكوكب عدة مرات للتخويف. الشركات الكبرى تخوف الناس على مصالحها وعلى مستقبلها وعلى حياتها وعلى صحتها عشان تسويق المنتجات. فإذا الإنسان المعاصر تحت تأثير التخويف دوما، وبهذا الدافع يتطلع الإنسان إلى أن يعرف المستقبل وأن يعرف ما في المستقبل، فبيلغي عقله بقى هنا. كتير من الناس هنا بقى تلغي عقلها. والسؤال اللي حضرتك أشرت إليه، هل هناك بشر تعلم الغيب؟ الجواب من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والحديث اللي حضرتك تفضلت به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وأيضا كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي هناك رواية كذب المنجمون ولو صدفوا. يعني المنجم بيعمل إيه؟ بيقول كلام في العموميات، ممكن 90% يطلع غلط و10% يطلع صح. يقول لك بس يمسك في 10%، يقول لك بس. وعندنا طبعا في حاجة اسمها العلوم المستقبلية. العلوم المستقبلية وده علم ملوش علاقة بالتنجيم. قائم على التنبؤ، اللي هو قائمة على انه فيه مدخلات بتساوي مخرجات. في بالمنطق كده انت عندك الوضع الحالي العالمي، حتى هناك تطبيقات بالمناسبة موجودة بالذكاء الاصطناعي، انت بتدخله معلومات معينة عن حياتك، المتوقع بناء على التطور البشري والسلوك البشري انت هتعمل ايه في خلال الايام الفائتة بنسبة معينة، بتلاقي فيها اشياء صحيحة. لكن هذا الامر غير تماما مسألة التنجيم، وأصبح ذلك تجارة. مسألة التنجيم تجارة باسم التنجيم، إن هم بياخدوا بعض التوقعات اللي موجودة من أجهزة مخابرات ومن أجهزة معينة، وبعدين يعني تدخلت فيها أجهزة. طبعا يعني أنت النهاردة أنت فاكر حضرتك لما طلع الدكتور الهولندي مرة واتكلم عن الزلازل، العالم كله كان مركز على صفحة الدكتور الهولندي ده لما اتكلم ان في مثلا زلزال هيحدث في منطقة كذا، وان في هيحصل فيه كذا وكذا وكذا. هذه التنبؤات كلها من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال أجهزة المخابرات ومن خلال المدخلات الطبيعية يمكن التنبؤ بها بالمناسبة.
يقول لك ايه بس، يقول لك ايه بقى، ده هو التنجيم. تطلع سيدة تتكلم عن بعض المعلومات او بعض التوقعات او بعض الاخبار وفق ما يسمى بالعلوم المستقبلية والتنبؤات العلمية، وبعدين يقول لك ايه، ده تنجيم وطاروت وغير ذلك. كله ده كلام فاضي. ليه بقى؟ لان احنا ما عندناش علم بيدرس في اي جامعة في العالم كله اسمه علم التنجيم ولا الطاروت. فكرة الطاروت بالراء، الطاروت ده كان كلام موجود في عند الفرس زمان بالمناسبة، وهو مرتبط بعبودية النار وعبودية الكواكب. فازاي النهاردة انت بتتكلم عن الافكار ديت وتستدعيها في هذا العصر؟ ده ضد العقيدة. والكلام حول ان فيه نجوم معينة بتظهر وبتؤثر على الانسان ومصير الانسان وحياة الانسان. الله، ده انت كده بتنفي تماما ان الانسان مخير. يعني انت لو انت معتقد ان النجوم والكواكب والكون وهناك تأثيرات في الكون بتؤثر على قرار الانسان وعلى حياة الانسان ومصير الانسان، طب انت كده الانسان كده مسير مش مخير. واحنا بنعتقد ان الانسان مخير ومكلف، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكل هذه المظاهر للأسف الشديد مظاهر سلبية محرمة شرعا، محرمة شرعا، ومحرم الاستماع إليها والإيمان بها أيضا، لأن ده ضد العقيدة وضد تعاليم الإسلام. أنت ما فيش سلطان عليك إلا الله سبحانه وتعالى ونفسك اللي جواك، وأنت بقى وهديناه النجدين، إما تروح للخير وإما تروح للشر. وكلام فاضي إن واحد مواليد من شهر واحد لشهر مش عارف ايه برج ايه هيحصل له ايه وهيتجوز وهيطلع براج. الإسلام لا يؤمن بالأبراج. مفيش حاجة اسمها أبراج أصلا. مفيش حاجة اسمها أبراج. كل ده كلام فارغ، بدليل إن ملهاش علوم. يعني هي النهاردة لو هو علم موثق ونظريات موثقة كانت تدرس في الجامعات في العالم كله. إنما هات لي أي جامعة محترمة في العالم كله بتدرس هذا العلوم، لكن أصلا مش علم. في فارق كبير ما بين العلوم، مفهوم العلم ومفهوم النظرية ومفهوم الادعاءات. دي ادعاءات فكرة عندي في دماغي لم تصل إلى درجة النظرية. بس انت عارف مشهورين هنا وفي المجتمعات العربية بفتح المندل، قراءة الفنجان، قراءة الكوتشينة، وجاي لك بعد النقطتين، والناس بتبقى مصلية الجمعة ورايحة للست قاعدين يسمعوا. لأنه ده الدجل. ده الدجل بقى والشعوذة والعقلية اللي في كلها تخاريف وكلها، وده ملهاش علاقة بالمناسبة بالناحية التعليمية والثقافية والفكرية. ده في مرتبطة بدين معين، ومش مرتبطة بدين معين. ده في بعض المسؤولين. كنت زمان كان بيدرس لنا مادة اسمها الملل والنحل، الله يرحمه الدكتور حسن الهواري، وكان أستاذا كبيرا في الأزهر الشريف في الأديان. فسألته مرة قلت له أنا بنقرأ مثلا عن إن طيار واحد شغال طيار في الهند، ازاي بهذا المستوى والفكر يروح قدام البقرة ويقدسها ويتبرك بيها ويعتقد انها بتضر وتنفع؟ قال لك لا، ما هو العقل العقائدي مختلف عن العقل العلمي والبشري، لان الانسان احيانا بيكون على المستوى العقل العلمي بروفيسير، وفيجي بقى في العقل العقائدي متخلف. يقعد قدام الست اللي يقعد قدام الست وتقول له جايه لك، ايه؟ ليه؟ لان هو تحت تأثير نفسي، خايف على اولاده وخايف على بيته ومتزعزع نفسيا، الخوف وغير ذلك. فهو عنده مشكلة نفسية بهذا الدافع، بيحاول يبرر او بيحاول يشوف، ولكن بيمشي في طريق غلط. الشيخ احمد ترك، في حياتك ما جاتلكش امرأة وقالت لك بنتي ملبوسة بالجان، طلع لي هذا الجان وكده؟ ده مرة انا كنت بخطب الجمعة في مسجد النور العباسية، الكلام ده من 20 سنة، وبعدين انا لقيت في واحد بدقني كده جالي بعد الصلاة، قال لي يا شيخ، قلت له نعم. قال لي انت عليك 7 عفاريت. قلت له انت ايش عرفك؟ قال لي ما انا بعرف القصة دي. قلت له تعالى لي المكتب بقى نشوف حكايتك ايه. خدته المكتب جوه، قلت له لو راجل طلع لي واحد والله العظيم يا استاذ طلع لي عفريت واحد من ال7. قعد يقرا، فبيقرا القرآن غلط وانا اصحح له. والاخر لما زهق قال لي انت مش مقتنع. قلت له بص بقى، شفت بقى انت جبت النهاية، انتوا ضحاياكم كلها جهلة. بيسلم لك ارادته، ولما يسلم لك ارادته تقوم انت بقى تعمل فيه اللي انت عايزه.
هذا كلام فارغ. في الدين في حاجة اسمها ما عفريت فيش حاجة لابس اسمها عفريت لابس ولا عفريت بيدخل ولا غير ذلك، ولا كل عفريت هذا بيخرج ولا الكلام فاضي ده كله. الشيطان، علاقة الشيطان بالإنسان وسوسة، فوسوس لهم الشيطان. أما موضوع اللبس والكلام الفاضي ده غير صحيح. وما ورد في القرآن في مسألة الذين يأكلون الربا في الآية الكريمة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطوا الشيطان من المس، ده مجاز مش حقيقة، ليس على سبيل الحقيقة، لأن لم يرد عن رسول الله إنه طلع عفريت من بني آدم ولا عفريت لبس بني آدم. كان في مرض اسمه الصرع، وده مرض بالمناسبة مرتبط بالجهاز العصبي، مرتبط بالعقل، صحيح، والعلم بيعترف بيه، غير ذلك فلا. في صحيح البخاري ما فيش حاجة عن إن سيدنا النبي سحر؟ لا، مسألة السحر مختلف فيها بالنسبة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان حتى سحر، هو سحر في مساحة إيه؟ في مساحة ضيقة جدا، في مساحة المعاملات، مش في مساحة العقيدة ولا الفكر، ولا يعني لم يؤثر على عقله ولم يؤثر على، لأن ما ينطق عن الهوى، شخصيته النبوية ما تأثرت، إنما في شخصيته البشرية قالوا إنه كان يهيأ له الأمر كأنه حصل وما حصلش. فإذا ده بالنسبة للآراء اللي بتقول أنه قد سحر. لكن السحر في حد ذاته مختلف عن المسألة ديت. السحر هو إيه؟ السحر هو كيمياء معينة وأعمال معينة بتؤثر في سلوك الإنسان بعض الوقت وليس كل الوقت. والقرآن ذكرها، والقرآن ذكرها فرعون. ودي والسحر قائم على الخيلاء وقائم على التأثير الكاذب، مش التأثير الحقيقي، التأثير الكاذب، وما بيوصلش زي الناس ما بتقول للموت والكلام الفارغ ده كله. ده هو شوية نكد، شوية معرفش ايه، شوية، وبالذكر وبالدعاء وبقراءة القرآن بينفك كل ده. مش بيفرقون فيه بين المرء وزوجه؟ وماله، لكن هم لو كانوا عايزين يفرقوا بين المرء وزوجه، ده المسلمين نصهم عاملين سحر لنص التاني، كان زمان كل الناس اتطلقت. انما قال برضه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. انا النهارده ببعت لك عن طريق السحر شحنة تأثير شر. جهاز الاستقبال بتاعك قوي، لقط. جهاز الاستقبال بتاعك الحمد لله محصن، مش هتلقط. وده معنى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فاللي ايمانه ضعيف يؤثر فيه السحر والحسد، اللي ايمانه قوي لا يمكن. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال آية الكرسي من قرأها في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي، ومن قرأها في المساء لا يضره شيء حتى يصبح. واللي بيقرأ قرآن على كوباية مية ويسقيها لابنه أو بنته، كلام فاضي. تأثير القرآن تأثير معنوي ليس تأثيرا ماديا. مين اللي جاب بدعة المية دي؟ وسيدنا النبي قرأ على المية وسأل حد. كلها للأسف الشديد وسائل من التجارة بالدين غير محمودة، وأدخلت إدخالا على شرع الله، والله سبحانه وتعالى بريء من هذه الممارسات. اقرأ القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الشفاء هنا ليس شفاء عضويا، إنما شفاء معنويا. يعني ما هوش، لأن في فرق برضو ما بين مفهوم الشفاء ومفهوم الدواء. بالمناسبة مفهوم الدواء العلاج اللي بيجيبه من الصيدلية، اللي هو بيشفي أو بنعالج في مرض عضوي، إنما مفهوم الشفاء مفهوم معنوي من الله. في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ العالم الجليل الأستاذ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف. بشكرك شكرا جزيلا كل سنة على هذه السلسلة من تحياتي. الحلقات والحوارات. بارك الله فيك. كل سنة وانت طيب. حضرتك طيب. شكرا جزيلا. حلقتي انتهت معاكم، كل الخير ليكم يا رب. سلام.